السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة إخواتي، وأسعد الله أوقاتكم. تشييع جنازة الطالب تقي الدين برتال ابن الإمام حسام برتال، هذا وفي جو جنائزي مهيب. انطلقت جنازة المغفور له الطالب برتال تقي الدين من مستشفى زرلدا بالعاصمة الجزائر، حيث إلى مسقط رأسه بمسكنه بأولاد قبوج الرحبات، وثم إلى مسجد النور رأس العيون، حيث تمت الصلاة عليه، وبعد ذلك توجهوا به إلى مقبرة عين تانويت على طريق كندا. وشيع الآلاف من أبناء رأس العيون وولاية باتنا والولايات المجاورة جثمان شهيد العلم وأعمدة من أعمدة العلم في الجزائر رحمه الله رحمة واسعة. والطالب برتال الذي وافته المنية بالإقامة الجامعية، وهو صاحب ثاني أعلى معدل في ولاية باتنا بكالوريا 2024 والسابع وطنيا.